السؤال ده بيكون متكرر جدا، خاصة في الظروف اللي احنا بقينا فيها دلوقتي. ان فكرة انك تبقى بتدير الشركة بتاعتك في الاوضاع الاقتصادية و يعني الجنيه قصاد الدولار والكلام ده كله، الاوضاع بقت صعبة كتير، وليك فلوس كتيرة بره ومش عارف تحصلها من الناس، وانت عليك فلوس لناس تانية ومش عارف ان انت تسد الفلوس دي. فبيكون واحد من الحلول المقترحة كتير جدا هي ان انت تدور على شغل في مكان تاني. طبعا قرار صعب جدا، خاصة لما تكون الشركة بتاعتك يعني بقالها كتير انت شغال عليها وحاولت ومريت بصعوبات كتيرة، والحمد لله ربنا فتحها عليك في فرع والتاني. ممكن تكون كمان توسعت بره الدولة اللي انت فيها وبقى ليك وكلاء في دول عربية تانية. بس يعني لايف هابنز والدنيا بتبقى صعبة على الكل، ودي حاجة غصب عنك. ففكرة الرجوع لورا خطوة مش عيب. ومش عشان انا طول عمري كنت بشتغل في شركتي او في الشركة بتاعت العيلة فانا لازم افضل مدير وافضل صاحب بيزنس. ما ينفعش ان انا اشتغل في شركة تانية واقول ان هي هشتغل عند حد. هي مش بتشتغل عند حد، بالعكس انت بتبقى شغال مع حد. ممكن خبراتك في البيزنس بتاعك دي تبقى بتساعد في انك تقوم بيزنس تاني هو قادر، يعني عنده بعض المقومات اللي تخليه يقدر يستمر شوية زيادة. فبالتالي انت بتساعده في انه يستمر، وفي نفس الوقت انت بتمارس مهامك الوظيفية. بس انت مش موظف عادي اللي هو زيك زي اي موظف، ولكن موظف كبير شوية. ده بيحصل. وحتى لو هتكون موظف مش كبير وهتشتغل بقى في كوربريت كبيرة قوي، وانت هتبقى يعني الرول بتاعك صغير قوي، مفيش اي مشكلة. احنا دلوقتي في اوضاع you have to provide for yourself and your family. انت محتاج انك تصرف على ناس مسؤولين منك. فمش الفكرة بقى، مش البطولة ان انا افضل ماسك في الشركة بتاعتي واقول والله يا الشركة بتاعتي يا اما مش هينفع. لا، الوضع اللي احنا فيه بيتطلب الكثير من المرونة، وان الواحد يكون اللي هي الاجيليتي، ابقى اجايل واتاقلم مع التغيير اللي بيحصل حواليا. خلاص، اتفقنا ان انت هتاخد الخطوه دي وهتروح تشتغل في مكان تاني. اعمل ايه؟ السي في بتاعي مش هينفع اكتب ان انا في مانجنج دايركتور او انا سي او او انا اكبر واحد في الشركه، وبعدين رايح عايز اشتغل في شركه تانيه. هيشغلوني، مش هياخدوني مانجنج دايركتور، مش هياخدوني شيف اكزيكتيف اوفيسر. فالوضع هنا هيبقى عامل ازاي؟ هنا انت بتحتاج انك تتويك شويه السي في بتاعك، تعدله شويه. ده جزء من البيرسونال براندنج، يعني التسويق الشخصي بيبقى فيه جزء فيه ريزومي براندنج، ان انت ازاي تكتب الريزومي بتاعتك، والانترفيو براندنج، ان انت ازاي تدخل الانترفيو وتجاوب على اسئله المقابله الشخصيه وهكذا. في الحاله دي الرد بتاعي على الناس اللي بتسالني في نقطه زي دي، ان هو كان ستارت اب فاوندر، او هو كان في فاميلي بيزنس بتاع العيله بتاعته، او هو كان يعني واخد وضعه قوي في شركه، بس لو هو دلوقتي عايز يقدم على وظائف تانية مش هيقبلوه بالتايتل ده. فاللي بيحصل هنا ان انت بتعمل التايتلز بتاعتك مختلفه شويه. لنفترض ان انت متخرج من الجامعه بقالك مثلا 5 سنين، من ساعه ما اتخرجت وانت شغال مع اسرتك او مع والدك في الشركه بتاعته. فانت ما كانش ليك تايتل قوي، يعني انت خلاص صاحب الشركه. فانت بتبقى بتعمل كذا حاجه وفي نفس الوقت بتشرف على اكتر من موظف. مش هتكتب في السي في بتاعك ان انت كنت المانجنج دايركتور بتاع اكس واي زي. لا، انت ممكن تكتب ان انت كنت مثلا بروجكت انجينير، اللي هي بروجكت كوردينيتور، وتكتب لنفسك بعض المهام اللي انت كنت بتقوم بيها في الفتره دي، وتدي لنفسك مثلا سنه او سنه وشهرين ولا حاجه. وبعد سنه وشهرين اترقيت وبقيت مثلا سينيور بروجكت انجينير او بقيت اسوشيت بروجكت مانجر، وتقعد في التايتل ده كمان مثلا سنتين، وتكتب برضو مهام وظيفيه مناسبه للي انت كنت بتعمله والاكسترا مايل اللي انت كنت بتعملها. لان انت يعني ما كنتش مجرد بروجكت انجينير، انت كنت بتعمل حاجات تانية زياده، فتكتب الحاجات دي كمان كأن انت ده كان التايتل بتاعك، بس انت كنت بتعمل الجوب ديسكريبشن بتاعه وحاجات تانية كمان جنبيه. بعد كده بقيت بروجكت مانجر وبتعمل كذا وكذا وكذا. ومثلا انا ما كنتش بس في جزء الريسورسز كوردينيشن وبس، لكن انا كنت كمان في جزء السيلز والبري سيلز. انا باخد البروجكت اند تو اند من قبل كمان ما يجي للدليفري، انا ببقى شغال عليه في السيلز فيز، وباخد بزنس ديفلوبمنت. وبعد ما بخلص فببقى جزء من الاوبريشنز تيم. فتكتب الجوب ديسكريبشن اللي يوضح
خبراتك. لان طبعا انت كصاحب بيزنس او مدير شركه، فانت اكيد كنت بتعمل حاجات كتيره قوي هتبقى بتفيد الشركات اللي انت هتنضم ليها بشكل او باخر. مش لازم ان انت هتبقى ماسك في رول واحد بس. طبعا ده جزء اساسي ان انت تعمل الريزومي دي بالشكل ده. ممكن تبقى عادي في نفس الشركه بقالك ال5 سنين دول، بس كل سنه كنت بتاخد رول مختلف، او بتمسك فانكشن مختلفه، او بتترقى وهكذا. فانت كده تبقى تخطيت فكره ان انا عامل سي في اسمي مانجنج دايركتور بس. دي اول نقطه. تاني نقطه، العلاقات طبعا لا غنى عنها، سواء انت هتكمل في البيزنس بتاعك او هتروح مع شركه تانية. محتاج ان العلاقات تكون موجوده. اكيد مش هتبقى رايح برضو على تايتل كبير قوي unless ان ده حد كان من السبلايرز بتوعك، حد من الموردين بتوعك، او من العملاء بتوعك، فهو عارف شغلك وعارف البيزنس بتاعك وقد ايه انت هتفيده في الفاليو تشين كامله بتاعته اللي هو بيشتغل عليها. ده هيكون مفيد ان انت تسال الناس على الحاجات اللي انت ممكن تستفاد منها. you get what you ask for. انت بتاخد اللي انت بتطلبه. ما احطش ايدي على خدي واقول ما هم عارفين الاوضاع، ما هم لو عندهم فكره هيقولوا لي، ما هم لو عندهم اي وظيفه فاضيه هيجوا يكلموني. مش هينفع. it doesn't go like this. انت لازم تبقى بتفكر هو الناس دي كل واحد فيهم ممكن يفيدني ازاي، وبروح اطلب منه. واتكلمنا قبل كده اكتر من مره عن الفير اوف ريجكشن، ان انا لازم اترفض كتير وكتير وكتير لغايه اما ابقى عندي ايه، تقبلت من الموضوع ده وما بقتش بقلق من الرفض. وكل ما هتطلب حاجات اكتر، كل ما ده هيساعدك ويسهل لك ان انت تاخد حاجات اكتر. فدايما الناس اللي بتطلب هم اللي بياخدوا. الناس مش هتعرف احتياجك، كل واحد مشغول في دنيته. قبل ما انت تطلب من الناس محتاج ان انت تبقى بتدي، عشان لما تيجي تطلب يبقى في يعني ليك رصيد عندهم. لو بنقدم السبت عشان ناخد الحد، طبعا ما بتبقاش الموضوع انا بقدم لك دلوقتي عشان عايز منك بعد كده. انت بتخدم وبتساعد، ولان تمشي يعني لان امشي مع اخ لي في حاجه خير لي من ان اعتكف ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا. فانت اكيد بتساعد الناس لله، بس في نفس الوقت ده جزء الديني في الموضوع. الجانب بقى البيزنس ان هي بقى بتتسمى نتوركينج والكلام ده. فانت تبقى بتجمع بين الاثنين دول. انت بتخدم وبتساعد الناس، واي حاجه تقدر تساعد فيها حد ما تبخلش عليه. وكلنا يعني ايه بنساعد بعض. فابدا ابني النتورك بتاعتك من دلوقتي، عشان لما تحتاجها تبقى بتتسند عليها، وبتتسند قبلها على كرم ربنا، وان انت كريم مع عباده فهو اكرم عليك من كرمك مع عباده كمان. فده يعني بيبقى رد مختصر على الكيس اللي بتحصل لبعض الستارت اب فاوندرز او مؤسسي الشركات، او الناس اللي من ساعه ما اتخرجوا وهم شغالين في البيزنس العائلي بتاع العيله. بس كده. لو حد عنده اي سؤال يبعت لي في اي وقت، وان شاء الله بدايه موفقه للاسبوع الجديد. السلام عليكم.